بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي رسول الله. سلام حبيباتي، معكم علاء. نتمنى من يدخل عليكم هذا الفيديو او اي فيديو من فيديوهاتي يلقاكم بالف خير. تبغي المعقوده وتخافي تنحلك في المقله، تبغيها وكذلك البيض راه غالي، تقولي خساره البيض. اليوم جبتها لك بخلطه تغنيك عن البيض، وبخلطه ديريها وعينيك مغمضين وما تنحلكش في المقله وما تجيش مزيته. تابعي الفيديو للاخر. اول حاجه درتها نقيت البطاطا، قطعتها مكعبات ودرتها ملحتها ودرتها في الكسكاس تفور. انت تبغي تغلي البطاطا تاعك بقشرتها غليها، ما كاش مشكل. انا نبغي نفورها، لكن غير نشوفها طابت نحيها من الكسكاس ونبدا نمرس فيها. تقولي نوعيه البطاطا اللي استعملتيها، نقول لك اختي، انا استعملت الحمراء. انتيا لكن استعملتها، طيبتها مره بالبيض، بالبطاطا البيضاء، ودرت لها الخلطه هذه وما تحلتش. المهم البطاطا كي البيضه كي الحمراء راها تنتحل. هذه البطاطا كون كاع استعملتها كيما كنا نستعملوها بكري، نطيبوا بكري المعقودات تاعنا وراح تنتحل. مانيش عارف راهم يديروها في الكونجيلاتور، مانيش عارف، في المبردات، عفوا في المبردات. راهي تفقد النوعيه تاعها. المهم مرسها انا بهذا لاباري، تقدري تمرسيها بالفرشيطه ولا بالمولين طحنيها. ضفت لها هنا القليل من المعدنوس. انت لا تبغي القزبر في المعقوده تاعك ديري القزبر. هنا درت زوج سنه تاع توم مرابين، الزعفران، الكرويه، الملح، زدت لها الملح كان خاصها الملح، والفلفل الاسود. هادو هما المكونات اللي نديرهم. انت تبغي ديري الكركم ديري الكركم. من بعد خلطتها مليح حتى ترجع لي كومين بات. لاحظي هنا كي راها لازم تعجنيها مليح. ومن بعد درتها كويرات وخليتها، دخلتها الفريجيدير تبرد. السر كله في الخلطه، وكذلك من المعقوده تاعك البطاطا تاعك تكون بارده. هنا شوفي لاحظي راهي دخلتها الفريجيدير، بردت لي، ورحت راح نحضر العقده ولا الخلطه اللي راح ندير فيها ديك البطاطا. هنا حكمت هذه الغرفيه البول، درت فيه الكاس تاع ما، ودرت فيه القليل من الملح باه ما تجينيش الصامطه، وكذلك زدت لها الزعفران للون فقط. انتيا ما عندكش الزعفران ولا ما تبغيش الزعفران الملونات بزاف، ضيفي الكركم. هنا راح نضيف الفلفل الاسود كما قلت لك، باغيه ديك الخلطه تجيني بنينه، ماشي خلطه وخلاص. هنا ضفت 2 ملاعق من الفرينه وراني نخلط. من بعد راني نضيفها غير بالتدريج حتى نتحصل على القوام اللي راني باغيته. ضفت ملعقتين واحد اخرين، ومن بعد زدت ملعقتين كذلك اللي هنايا سما راهي 6 ملاعق. وبعدها راح نضيف ملعقه ونصف اخرى، بانت لي بلي ملعقه وربع قولي، بانت لي بلي خصها الفرينه، يعني طاحت لي طاحت لي 7 ملاعق وشويه. خليتها ارتاحت شويه، قد اللي تخليها ترتاح تعطيك نتيجه افضل. ساعه ساعتين 3 ديريها الصباح وطيبيها الحشيه عادي. هنا ضفت لها القليل من الكمون، كنت نسيتها في الديبي. ضفت لها قليل من الكمون كما قلت لك، راني باغي نتحصل على عقده بنينه، خلطه بنينه. ضفت لها كيس من الخميره الكيميائيه وراني نخلط. راح يعطيك واحد التفاعل. جربتها بلا الخميره الكيميائيه ما عطاتنيش النتيجه، صدقيني ما عطاتنيش النتيجه. ولات تنتحل في عفوا في المقله. لكن من درت لها الخميره الكيميائيه عطاتني نتيجه افضل. هنا قبضت ديك المعقوده تاعي، درتها في الخلطه. خليها غير لو طون، الزيت راه يحمى، ومن بعد راح نقليها ديريكتومون. هنا بعد ما حمالي الزيت راني وضعت هاد الحبه. من بعد راني نزيد نقلي في الحبات اللي باقيين. لاحظي ديري كبضي الحبات تاعك، غير قطري شويه داك الميلونج، قطريه ما ديريش لخش هذوك الحب. من بعد راح يدير لك حبيبات لاحظي يدير لك هذوك الحبيبات من بعد قلعيهم، ما تخليهمش يحرقوا لك الزيت تاعك. من بعد نحط عادي المعقوده تاعي ونطيبها. ما كانش اسهل من هذه الطريقه، وطريقه مضمونه. راح ما تخافي لا تنتحلك المعقوده، ما تخافي لا ما تجيكش وما تجيش مزيته. ناكد لك على كلمه، ما تجيش مزيته، ما تشرب لكش الزيت.
وراح تجيك معقوده عليها كلام كيما تاع المحلات. ملي نقول لزوجك ما تزيدش تاكل المعقوده برا، اروح غير هنا وخلصني وتاكلها. المهم هذه هي المعقوده. انا بخاسك راني نهار بنهار راني نديرها، وقلت لهم راح نحلكم محل تاع معقوده. المهم هذه هي الوصفه تاع النهار. اليوم راح نشوفوها حاضره بعد ما نطيبها كامله، وراح نطيب بنفس الطريقه الحبات اللي باقيين. المهم قطري مليح ديك المعقوده من ديك ديك الحبات تاع البطاطا، قطريهم مليح من داك الزيت ووضعيهم في المقله. كما قلت لك هاد الحبيبات اللي يطيحوا تاع ديك لاباط تاع الخلطه من بعد نحيهم باش ما يحرقولكش الزيت. هذه هي، ما كاش اسهل من هذه الوصفه. تبعي المراحل، تبعي الخطوات، وراح تنجحي فيها وراح نشوفها في صحن التقديم. هذه هي وصفتنا نهار اليوم حاضره معنا في صحن التقديم. وصفه ولا اروع، ما تجي مزيته، ما تنتحلك في المقله، وصفه مضمونه 100%. تبعي كل خطوه، تبعي النصائح اللي عطيتهم لك والملاحظات، وراح تنجحي فيها وراح تعتمديها ان شاء الله في رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وجربيها من دروك باه من بعد في رمضان ما تقوليش علاء قالت لي. جربيها من دروك، تعرفي لي زاستيس، تعرفي الاخطاء وتصلحي منهم. هذه هي دائما الواحد يجرب باه يعرف الاخطاء تاوعه ويصلحهم. المهم هنا راح نفتح لكم حبه وتشوفوها. واذا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش دعمي باللايك والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس يصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع اهلكم واحبابكم اللي تعم الفائده. خليتكم في امان الله وحفظه، تبقوا على خير.